اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. هي دي المفاجأة اللي قلت لكم هتفرحوا لي بيها جدا جدا جدا. جبت بوتاجاز جديد عقبال عندكم يا حبايبي. والله البوتاجاز ده جالي كده، يعني لقطة من عند ربنا كده. طبعا ده البوتاجاز ده اسمه جود ميكر. انا بحثت عن النت وعرفت النوع بتاعه كويس، وكمان سعره كويس. هو جالي لقطة كده من السما بصراحة، يعني من عند ربنا كده. الحمد لله، الأعمال بالنيات وكل امرئ ما نوى. ادعوا بقى بالتوفيق إن شاء الله. طبعا لسه ما شغلتش الإشعال بتاعه علشان الفيشة طلعت قصيرة كده مش طايلة، فهشغل الإشعال. وفي شواية كمان وفي مروحة. هو 5 عيون زي ما انتوا شايفين كده، ودي الشواية بتاعته. بسم الله ما شاء الله، حلو قوي ومنظره حلو كمان. وطبعا الاستعمال احنا نظفنا المطبخ كده وشلنا البوتاجاز القديم. ودي بقى مفارش جايبها لعيالي، ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم. وكمان اشترينا شوية حاجات كده، يعني ايه، دول 3 صواني بقى تجهيزات بقى رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يعني ناقصنا حاجة كده بنجيبها واحدة واحدة. الدنيا ما اتبنتش في يوم. و يعني كتر يعني ايه، لما تتمني حاجة ربنا يحققها لك. بس مش لازم تضغطي على نفسك وتجيبي كل حاجة في وقت واحد، لا. كل ما ربنا يكرمك كده تجددي في حاجة، تجيبي حاجة ناقصاكي. الدنيا فعلا ما اتبنتش في يوم. فجبت بقى ال3 صواني دول برضو حلوين، نوعهم حلو. عبور اكتوبر تقريبا، او تقريبا آه، جودتهم حلوة وتقال جدا، وخامتهم حلوة زي ما انتم شايفين كده. طبعا ومقاسات 3 مقاسات فوق بعض. بسم الله ما شاء الله حلوين. ودي صينية كده نفطر عليها، دي ألومنيوم العادية اللي هي بتاعتنا ديت القديمة، اللي هي بتتباع في الشوارع دي. طبعا والمشاية دي جبتها، بس طبعا أنا هشيلها للعيد إن شاء الله. بس ايه رأيكم فيها؟ حافظة كده، أنا كده شلتها وخليت اللي هي القديمة ديت. هنا هولع لكم بس البوتاجاز تشوفوا النار بتاعته. بسم الله ما شاء الله، واخد صاج كبير جدا. ادعوا لي بقى في التعليقات، قولوا لي ايه رايكم في الحاجات بتاعتنا الحلوه النهارده. شايفين النار بتاعته ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله كده، حلوه قوي. وبعدين مش مساحته مش كبيره جامد. هو 5 عيون صحيح، بس مساحته مش كبير، يعني 60 في 90. ماشي يا حبايب قبل هنركن بقى الصواني بتاعتنا دي على جنب. هنوريكم بقى حبة الحاجات التانيين برضو اللي اشتريناهم. يعني حاجات بسيطة كده، مجين للشوربة. انا عندي مجين فاضل، قلت اجيب كمان 2. زي ما انتوا شايفين كده، بصراحة انا عاجبني الزيتي ده وعاجبني الابيض ده. فالعيال بيقولوا لي ما جبتهمش شكل بعض ليه، قلت لهم مش مشكلة. ودي حاجات بقى للصوصات، دي التوابل، حاجات من الحلوة الطعمة الصغيرة الحلوة دي. بسم الله ما شاء الله، مش غاليين. وجبت قالب الكيك ده بقى، كنت دايخة عليه، ما كنتش لاقيه عندنا خالص بصراحة، ما كنتش لاقيه عندنا. جبته النهارده ب200 جنيه. ب200 جنيه يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. بس خامته بصراحة الألمونيا بتاعته جميلة جدا، روعة بصراحة. وهو حلو كبير وحلو ما شاء الله. وجبت كمان الطبق الجميل ده، بصوا، طبق للرز حلو قوي بصراحة، عجبني. ومش غالي، بورسلين بيتحط على النار برضو. يا ريت الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم ويكون مش طويل عليكم وتستفادوا منه اي حاجة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. اشوفكم في فيديو جديد. وعايزة اقول لكم حطوا اللايك بقى، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. سهل وبسيط. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعودها علينا وعلى أمة محمد بخير يا رب. حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.